وانت راكب عربيتك الملاكي اكبر خطر تقريبا بيقابلك على الطريق لو سالت كل الناس يعني هيقول لك هو عربيات النقل حجمها كبير، وزنها تقيل، لما بتعمل حوادث بتعمل كوارث، وبتوع الملاكي كلهم بيخافوا منها. بس الحقيقه ان في جانب تاني خالص من الموضوع ما حدش واخد باله منه. الفيديو ده مش عن الكلام المعتاد بتاع سلخ وجلد سواقين النقل في كل المشاكل اللي بتحصل على الطريق. الفيديو ده عن جنب محايد شويه من القصه، الجنب بتاع اولا ازاي تتجنب العربيه النقل والمخاطر بتاعتها، ازاي سواقين النقل ما يعرفوش يمشوا على الطريق بالشكل المفروض يحصل، وازاي المنظومه دي كلها تتظبط، ازاي انت بتاع ملاكي تحاول تحمي نفسك من عربيه النقل وتبعد عنها، وازاي تحط نفسك مكان السواق عشان تفهم هو بيكون شايف ايه وبيعاني من ايه، وايه العربيه اللي تحت ايده وبتتحرك ازاي، وازاي هي مختلفه عن عربيتك الملاكي اللي انت راكبها الصغيره دي، واكيد باين فرق الحجم ما بين الاثنين يعني. طيب اول حاجه عشان تبقى متخيل الفرق ما بين عربيتين في الحجم ده، العربيه النقل التريلا الكبيره والعربيه الملاكي الصغيره. العربيه دي متوسط الوزن بتاعها ما بين طن ونص ل 2 طن ل 3 طن في العربيات الكهرباء بالكتير يعني، في حين عربيه زي دي فاضيه ممكن عادي جدا يبقى وزنها 25 طن و30 طن، غير الحموله اللي هي هتشيلها. بالحموله ممكن وزنها يوصل 75 و80 طن عادي جدا. ففرق الوزن الكبير ده ليه تاثير كبير جدا على كل حاجه بتحصل في العربيه، سواء مسافه الوقوف اللي محتاجه مسافه كبيره جدا في العربيه النقل عشان تقدر تقف بامان، لان الفرامل ايا كانت قويه مش سهل ابدا انك توقف الوزن ده كله. المناوره بتاعت العربيه لو انت دخلت قدامه مره واحده، فرملت قدامه مره واحده عشان يتفاداك عربيه بالحجم ده وبالارتفاع ده وبالوزن ده، مش سهل خالص ان هي تناور زي ما انت بتعمل في عربيتك الملاكي. والحاجه الثالثه هي انها تبدا تتحرك تاني من اول وجديد، ودي اهم الاسباب اللي لازم تفهمها عشان تعرف كل الكلام اللي هنقوله بعد كده. كل الكلام اللي بعد كده بقى حاجات كتير. اول حاجه فيهم، انا مش عايز اقول ان القطاع كله بتاع النقل ملايكه، ولكن الحقيقه ان في مشاكل كتير قوي بتترمي عليهم هم ما لهمش ذنب فيها. زي مثلا فكره ان سواقين الملاكي مش عارفين صعوبه الحركه بالعربيه النقل بتخليهم كتير يتجرأوا عليها على الطريق. زي مثلا فكره انك تلزق في العربيه دي، والعربيه دي فيها نقط عاميه زي اي عربيه ملاكي، بس النقط العاميه هنا اكبر بكتير. يعني السواق بيشوف من فوق مسافه بعيده شويه عنه حوالي متر او مترين في كل الاتجاهات. الجنب الشمال ممكن يكون اسهل، ولكن الجوانب الثانيه سواء قدام او في الجنب اليمين بيكونوا اصعب بكتير. فعشان تلزق في عربيه نقل ده خطر عليك انت. فالافضل انك ما تحاولش تلزق في عربيه نقل من ناحيه الكابينه او من ناحيه جسم العربيه نفسها لمسافات قريبه في وسط الطريق وهو ماشي، خاصه لما تكون السرعه كبيره. حاول دايما يا تمشي قدام العربيه بعيد عنها يا تمشي وراها. الحاجه الثانيه انك ما تخشش قدام العربيه النقل مره واحده، دايما ادي لنفسك مساحه انك تبعد عن عربيه النقل 10 متر 20 متر قدام، وبعد كده تدي اشاره وتبدا تخش قدامها. لو الطريق زحمه ولقيت نفسك هتقف، ما ينفعش تفرمل قدام العربيه النقل بشده، لان هي محتاجه مسافه كبيره عشان تقف. كل الحاجات دي انت لازم تعملها عشان تحمي نفسك، بفرض ان العربيه النقل دي سليمه وحلوه وزي الفل، بس انت المفروض تبقى انت حذر، تبقى انت بتتعامل مع العربيه دي بحذر شويه. فكره ان الناس بتمشي جنب العربيات المقطوره جنب الكاوتش بتاعها ويفضل ماشي فتره كبيره، المفروض انك لما تيجي جنب العربيه النقل تحاول تتخطاها عشان تطلع قدامها، يا اما تهدي وترجع وراها. خطر كبير عليك انك تمشي جنب الكاوتش ده بالضغط الكبير اللي هو فيه، بالحجم الكبير اللي هو فيه. لو لا قدر الله انفجر، حاجتين: اولا الاندفاع اللي طالع منه كبير جدا وممكن يطير منه حاجات تيجي في عربيتك تعورك وتزعلك، والحاجه الثانيه ان العربيه النقل ممكن تفقد توازنها في حاله ان الكاوتش ده انفجر، فده برضو خطر عليك انت. الحاجه الثانيه كمان هو انك محتاج تدي مساحه للعربيه النقل في موضوع الاشارات. يعني مثلا لو اداك اشاره يمين وعايز يجي في اليمين، خليه يجي في اليمين، ما نقعدش كلنا نكبس ونجري ونحاول نعدي من اليمين بسرعه قبل ما هو يجي في اليمين. لو عايز يجي شمال خليه برضو يجي شمال. عاده هو بيكون عنده سبب واضح وصريح هو ليه عايز يجي في اليمين او في الشمال، سواء الطريق مكسر، سواء في حد واقف قدامه، ايا كان هو عايز يمشي في ناحيه معينه. هو المفروض طول الوقت يمشي في اليمين، بس احيانا وعشان احنا عارفين الشوارع عندنا عامله ازاي ما بيكونش اليمين ده متاح. يعني مثلا في المشي جوه المدن اليمين ده دايما عربيات واقفه بتحمل، عربيات واقفه راكنه، عربيات بتخش يمين وبتخرج من اليمين. كل القلق اللي بيحصل ده بيخليه صعب عليه جدا ان هو يقف ويتحرك كتير. على الطرق السريعه ملوش اي حجه ان هو يمشي يمين طالما اليمين فاضي، ولكن في الاخر لما يجي يتحرك الناحيه دي او الناحيه دي ويديك اشاره حاول تديله مساحه. حاجه كمان في ان العربيات النقل لما بتيجي تلف محتاجه مساحه اكبر من العربيات العاديه انها تلف. لما بيجي مثلا ياخد مخرج حارتين محتاج يمشي في وسط الحارتين دول عشان يظبط العربيه، بالذات لو مفيش اكتاف للطريق. يعني مثلا لو بيلف يمين او خارج مخرج من الطريق وفي حارتين بيمشي في وسط الحارتين، ما تحاولش انك تعدي منه في قلب الملف ده، لان هو في الملف بالعربيه الطويله دي كلها بيكون صعب عليه ان هو يظبط نفسه كويس جدا بحيث ان حد يجي جنبه. فتجنب انك تتخطى عربيات النقل في الملفات، اديها مساحه اكتر من كده. واخيرا طبعا ما تمشيش ورا العربيه النقل وانت لازق فيها، لانك مش شايف اي حاجه بتحصل قدامه، فبالتالي مفيش اي مساحه انك تلحق نفسك او انك انت تحاول تطلع منه او ان انت تتفاداه او ان انت تفرمل لو هو شاف حاجه قدامه وفرمل مره واحده. كل الحاجات دي هتحميك اكتر من العربيه النقل وتخليك تبعد عن المخاطر بتاع الحجم بتاعها.
طيب هو سواقين النقل ملايكه؟ لا بصراحه مش ملايكه، في حاجات تانية لازم تتقال لسواقين النقل نفسهم المفروض يعملوها على الطريق. واخيرا رساله لاخواتنا بتوع عربيات النقل، مطلوب منكم كام حاجه. مطلوب منك تلتزم بسرعه الطريق، تمشي على يمين الطريق على الطرق السريعه. جوه المدينه انا فاهم انك ما تقدرش تمشي يمين، ومطلوب منك انك تكون هادي وراسي وتدي لاعصابك شويه وقت، وما تشتغلش اكتر من ساعات العمل بتاعتك عشان ما تضطرش نفسك انك لا قدر الله تنام، وفي نفس الوقت تكون متاكد ان العربيه بتاعتك سليمه فنيا قبل ما تطلع على الطريق عشان الفرامل ما تروحش منك او يحصل اي مشكله وتسبب في كارثه. وحاجه اخيره، التزم بالحموله بتاعه الطريق والتزم بالحموله بتاعه عربيتك عشان خاطر ولا تاذي الناس على الطريق ولا تاذي الناس اللي ماشيه وراك. بس شكرا لكم، اتمنى تكون الرساله وصلت في الفيديو كله، وازاي تقدر تتفادى المخاطره عربيات النقل، وازاي الموضوع يقدر يتنظم بشكل صحيح ويبقى في علاقه حب كده. في الاخر سواق النقل ده بينقل بضاعه كلنا محتاجينها. واتمنى لكم السلامه كلكم على الطريق. سلام.